يا احمد عامل ايه؟ يا ابو يوسف حلو الحمد لله اخبارك والله يا حبيبي؟ حلو الحمد لله. ابو اعمل لنفسك شاي. تسلم لي يا حبيبي. لا انا ماشي على طول، بس قلت اعدي عليك اسالك بس اشوف عملت ايه في مشوار العروسه ده. العروسه كالعاده يا ابو يوسف، ايه؟ كالعاده يا ابو يوسف. رحت قعدت مع الناس، لقيت ابوها ممدد في وشي وبقول لي انا عايز عفش بكذا وعايز فرش بكذا وعايز ذهب بكذا، وانا على الله هجيب نعم. منين؟ اديك شايف. انا في الثلاث شهور اللي فاتوا رحت بتاع 8، كله نفس الكلام. ايه يا عم؟ هو احنا يا عم لما جوزنا اخواتنا يا عم هو احنا عملنا كده في الناس؟ هو احنا لما امهاتنا اتجوزت كان في الكلام ده؟ الاول كان في دين، كان في مله، انما النهارده كله عايز يغرف. مفيش حد بيجوز بنته عشان يكمل نص دينها. اللي بيجوز بنته بيجوز بنته عشان يملى جيوبه، عشان يكمل نص جيبه. ما عادش النهارده بيرحم ولاد الناس. انت عندك انا مثلا اهو، امي تعبان، ابوها متوفي وقاعد معاها، الشقه كلها اوضتين وصاله. فاكر العروسه التانيه لما رحتها ابوها بيقول لي ايه؟ ابوها بيقول لي ايه؟ يا تودي امك تعيش عند اختك يا اما تسيب البيت لامك وتقعد ايجار. بنتي مش هتعيش مع امك. ليه مش هتعيش مع امي؟ ايه اللي يخلي البنت ما تعيش مع امي؟ ما احنا امهاتنا كانوا قاعدين في بيت عيله فيها 40 بني ادم وعايشين وطلعوا رجاله. ايه يا عم؟ في ايه؟ نروح فين؟ بالله عليك يا اخي، ما عندكش عروسه؟ عندكش عروسه خالص استرها معاك. عندكش عروسه تكون بنت حلال؟ بنت حلال حط تحتها مليون شرط. مليون بنت حلال دي يعني تقف مع حبيبها وتقول له تعالى تعالى اتكلم مع ابويا وانا سندك وفي ظهرك، ولما ابوها يسالها تقول له عايزاه. ما تتكسفش. بنت حلال يعني مش كل اللي يهمها لمة الرجاله حواليها، هي عايزه راجل ابن حلال سندال بيعرف يجيب الجنيه. مش مهم معاه كام، دي شطارتها هي. تقف معاه من الاول يحط طوبه على طوبه لحد ما يبقى معاهم ملايين الله يكرمهم. حدش عنده عروسه بنت حلال؟ عروسه بنت حلال يعني تكبر جوزها قدام اهله. حدش عنده عروسه بنت حلال؟ عروسه بنت حلال يعني تحب حماتها وتعتبرها زي امها. محدش راجل ابن حلال عنده واحد عايز يجوزها. راجل ابن حلال يعني لما يروح له واحد يخطب بنته يقول له تعالى يا ابني انت زي ابني، انا عارف ظروفك زي الطين، بنت يا ابني اوديها لك عند البيت. محدش عنده نصيب يكون راجل ابن حلال عنده بنت بيجوزها يحتويني ويعتبرني زي ابنه، وقسما بالله هرد له الجمال دي في بنته. ما انتوا بتحسبوها غلط. ما هو انت فاكر ان انت لما تتنطط على جوز بنتك ولا على عريس بنتك عايز وعايز وعايز والواد يطلع بره يا عيني، يطلع عينه الواد يتفحت، هيجيب لبنتك اللي هي عايزاه واللي انت عايزه طالما هو بيحبها. بس لما بنتك تبقى عنده في البيت مش هينساها لك، هيرد لك ده كله. محدش عنده عروسه بنت حلال. محدش عنده عروسه بنت حلال بتبص للراجل عشان راجل مش عشان معاه كام. محدش عنده عروسه بنت حلال. عروسه بنت حلال يعني بتبص للراجل على ظروفه، شايل امه وشايل ابوه وشايل دواهم وشايل علاجهم، وبيطلع الفجر بيرجع اخر الليل عشان بس يعرف يجيب المام. محدش عنده عروسه بنت ناس بتحس. محدش عنده عروسه بنت ناس بتقدر. محدش عنده عروسه طالعه من بيت شبع، عشان اللي طالعه من بيت جوع ما بتعمرش، ما بتفتحش بيت. محدش عنده عروسه يكون عايز يتجوزها يكون راجل محترم بيدور على راجل زيه. محدش عنده بنت يكون بيجوزها يكون راجل متربى على الاصول، شبعان على طبليه ابوه بيبص على الاصول. مفيش واحد عنده عروسه عنده بنت يكون عايز يجوزها الراجل مش لمليونير على الله. بنقول يا رب بس شغالين على دراعنا وطلعان عينينا، بنعرف نسعد اللي حوالينا باقل حاجه. بالله عليك ما عندكش بنت حلال تكون عايز تسترها؟ انت يا اخت الله يسترها معاك. ما تعرفليش عروسه بنت حلال عارفه يعني ايه جواز ويعني ايه بيت ويعني ايه سند. كلنا سكتنا، ما عادش حد ابن حلال، كله ابن مال، كله بقى ابن فلوس. يا عم الله يبارك لك، بس خلي بالك يا عم الحاج، لما يجي لك جوز بنتك يطلبها او خطيبها يطلبها وانت تمدد في وشه وتطلبه وتشيله حاجات مش في استطاعته، فخلي بالك انت كده بتصعب الحرام وبتسهل الحلال. واحنا بطبيعتنا بنحب الحرام قوي عشان سهل. لما تيجي تبقى ابن ناس وتمشي صح مع الناس وتحس بولاد الناس، انت كده ربنا هيكرمك. لما تسهل في جوازة بنتك ربنا هيملى لك الجوازة بركة. يا اخي الله يسترها معاك. مفيش حد ابن حلال عنده بنت يكون عايز يسترها يديها الراجل سند عارف يشيل. مفيش حد النهارده عنده بنت عايز يجوزها الراجل يكون عايز يكمل نص دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.